اسمعوا حكايتي وقولولي أعمل إيه، بس من فضلكم من غير تجريح. أنا كنت بحب واحد بقالنا 6 سنين مع بعض، وهو جارنا في نفس الشارع. وبعدين بعد أول سنتين حب جيت قدملي، بس بابا رفض تماما علشان كان اتفاق باباه مش حلو خالص ومش كويس. وبعد كده عمل لي مشاكل كتير، وبسبب المشاكل دي بابا قعدني من التعليم وقال لي مش هتكملي. وبرغم كده كملنا على أساس إني أقف جنبه ويتصلح حاله. وبعد كده اتغير تماما، ما بقاش الإنسان اللي أنا حبيته، وبقى حد مش كويس. لدرجة إنه اتعرف على واحدة متجوزة وكان ماشي معاها، وكانت دايما ترن عليا وتشتمني وتهني وهو واقف جنبها وما كانش بيتكلم. ولما سابها رجعلي، وحسيت من كلامه إنه ندمان. ورجعت وحاولت إني أساعده كتير جدا بكلام ونصايح وحتى فلوس. والله لدرجة إن التوك توك بتاع أبوه كان بايظ، رحت اديتهم 3000 جنيه علشان لقمة عيشهم ما تتقطعش، وهو مش مقدر ده خالص. وحسيت إني بنفخ في قربة مخرومة، وكنت ببعد بجد. وكل مرة يقع في مشكلة كان يرجعلي، وهو عارف إني هقف جنبه. وكل لما ياخد موقف بجد يرجع ويعتذر، وبرجع له تاني. كنت دايما أقول له ابعد عن صحابك اللي مش كويسين. والله كنت كل لما أقول له حاجة كانت فعلا تحصل، وبعد ما يقع في المشكلة يجي ويقول لي كان عندك حق، ويبعد عن كل حاجة ويروح تاني لحاجة أوحش منها، ومن حاجة لحاجة، لحد ما في الآخر عشان ما سمعش كلامي صحابه دول خلوه سرق وهربوا، وهو اللي محبوس دلوقتي. وأهله مش فارق معاهم، ومش معاهم فلوس أصلا يقوموله محامي. ومش عارفة بقى بعد ده كله أعمل إيه. أنا في مقدرتي إن أنا أقوم له محامي، ومش عارفة أعمل كده ولا لأ. بس حتى لو قومت له محامي وحتى لو خرج، أنا مستحيل أكمل مع حد بقى حرامي. قولولي أعمل إيه. أنا هقولك حاجة واحدة يا بنتي يا حبيبتي، ده كان سبب حرمانك من التعليم. اللي بيحب حد بيحارب عشان ياخده، ولو ما خدهوش يحارب عشان يشوفه مرتاح. وبعدين واضح ان انتي عيشتك انتي واهلك مستورة. توك توك ايه بقى اللي بتمشي وراه؟ اتقي الله في نفسك. وبعدين خلينا بلاش نقول نبهدل نفسنا ونقل من أهلنا اللي عاوزيننا أسعد الناس. ما يتحبس ولا حتى يتعدم، ده بيقلبك في مصلحة. يعني هو أصلا مش بيحبك، اللي بيحب حد ما بيعملش معاه كده. فعشان كده لازم تاخدي حد شبهك. انتي مش شبههم، انتي بالنسبة لهم مجرد مصلحة. وحتى لو خرج من الحبس هيسرق تاني، وهيبقى أوحش من الأول، لأنه ما تعلمش من اللي حواليه غير العلاقات القذرة. ودي كانت حكايتنا النهاردة. ما تنسونيش في اللايك والشير وسابسكرايب للقناة، واستنوني في فيديو جديد وحكاوينا مع تومة.